صباح الخير. امبارح طلع وزير الإسكان شريف الشربيني قال بالنص إن أرض الزمالك في أكتوبر اتسحبت بسبب انتهاء المهلة الإضافية الخاصة بالأرض. تمام؟ علشان كده الأرض اتسحبت. طلع بعد كده قال لك لأ، ما حدش عينه على الأرض، ما حدش هياخدها، والكذب ده. أنا عايز أقول له أنت راجل كذاب، أنت راجل كذاب، لأن الزمالك معاه خطاب بمهلة من مستشار رئيس الجمهورية للمجتمعات العمرانية الحديثة إنه يبدأ بنى في الأرض بداية من عام 2026. فأنت راجل كذاب. طيب أنا همشي معاك يا كذاب في حالة لما بتنتهي مهلة، حد واخد حتة أرض ودافع تمنها والمفروض يبدأ بنى في وقت معين، والمهلة دي بتنتهي، إيه الإجراء؟ غرامة. فأنت راجل كذاب. الدولة بتحارب الزمالك. مش عايش في نظرية مؤامرة ولا زفت. الدولة بتحارب الزمالك. هو الزمالك حارقكم قوي، مضايقكم قوي؟ الزمالك ده جامد قوي كده؟ الحق، ده هيقوم على رجله، هيبدأ يبقى معاه فلوس ويقف على رجله وينافس والكلام ده. لا 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 لا، اجري اسحب الأرض بتاعته. الدولة بتحارب الزمالك؟ بتحارب الزمالك، ومش من النهاردة، ده من زمان، بمؤامرات أقل ما يقال عنها إن هي مؤامرات صهيونية. لما قامت الحرب الأهلية في لبنان، دخلت إسرائيل على الخط، راحت مجندة سعد حداد، عمل جيش لبنان الجنوبي اللي بدأ يحارب في جيش لبنان الأصلي علشان يبقى الانهيار داخلي. ولما مات سعد حداد الله يحرقه، راحوا جايبين مكانه أنطوان لحد، ونفس اللعبة لعبوها في غزة. لما جابوا حسام الأسطل وياسر ابو شباب الله يحرقه هو كمان، وفي نار جهنم باذن الله، علشان يبقى في حرب بين الاهليه بين الفلسطينيين وبعض. ده مخطط صهيوني. راحوا رايحين جايبين لنا كلب اللي قدم البلاغ، الكلب، علشان يبقى رئيس الزمالك فترات كتيره بقى، علشان يبقى الانهيار برضو داخلي. فالدوله بتحارب الزمالك، محدش يقول كلام غير ده. انا كزملكاوي، اي منتخب بيمثل مصر او اي نادي بيمثل مصر لو بيلاعب اي حد بره مصر، انا هشجع اي حد بره مصر. لو مصر في الكورة او في اي رياضة بتلاعب اسرائيل، انا هشجع اسرائيل. مع السلامة.